توفي المنشد العراقي بلال الكبيسي اليوم الثلاثاء بعد مسيرة فنية في عالم الغناء الديني الموجه للكبار والأطفال. ونعت عائلة الكبيسي العراقية ومنشدون في العراق والعالم العربي المنشد الراحل الذي كان أحد نجوم قناة طيور الجنة الموجهة للأطفال. والمنشد الكبيسي من مواليد مدينة بغداد عام 1969، وقد بدأ نشاطه الفني مع فرقة البشير في تسعينات القرن الماضي مع صديقه المنشد المعروف مصطفى العزاوي. وتجاوزت شهرته حدود بغداد والعراق بعد أن انضم لقنوات تلفزيونية موجهة للأطفال وبينها قناة طيور الجنة وقناة نون. وكان الكوبيسي أحد نجوم الحقبة الذهبية لقنوات الأطفال والإنشاد الفضائية، بجانب أسماء عراقية وعربية لامعة بينها المنشد الراحل محمد العزاوي وشقيقه مصطفى وعمر الصعيدي. من بين الأناشيد التي قدمها في فترة نشاطه الفني الذي توقف في السنوات الماضية الألوان يا مستجيب للداعي. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك على زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.